مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين، على حسب ما تشوفوني. أنا الصحفية مريان مختار، للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش. أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف خبر وفاة الفنان العراقي براك ياسين مهنا الملكي، الله يرحمه ويسامحه. توفى امبارح على يد شقيق زوجته. تعرض لهجوم مسلح بعد ما زوجته استدرجته لبيت أهلها وقالت له الجهال عايزين يشوفوك. هو متزوج وعنده ولدين، وزوجته كانت في بيت أهلها. طلبت منه في 5 فجرا امبارح انها يجي بيت أهلها. جالها أنا أسفة، فأخوها جه بدراجة نارية من الخلف من ظهره وضربه طلق ناري، أرضاه قتيل في الحال. الله يرحمه ويسامحه ويصبر أسرته. وبنعزي الشعب العراقي. ليه مقطع متداول وهو صغير بيغني أغنية يا حريمة للمطرب الكبير حسين نعمة، كان بيأديها بشكل جميل بصوت قوي. الله يرحمه، كان صوته جبل، لكن تلقى طلقات غدر على يد شقيق زوجته. مصادر أمنية صرحت لوسائل إعلام محلية بأن قوة أمنية انتقلت لموقع الحادث بعد تلقيها بلاغ بإطلاق النار على الفنان العراقي براك المهنا، وتم العثور عليه ضحية داخل سيارته. تعرض لطلقات نارية من قبل شخص مسلح هو شقيق زوجته، وأسفر عن وفاته في الحال في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد. وتبين بالفحص والتحريات أن الضحية هو الفنان براك المهنا، وأكدوا شهود العيان أن القاتل هو شقيق زوجته الذي أطلق النار عليه باستخدام سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف، وده بسبب خلافات عائلية. ربنا يصبر أسرته ويعزيهم، وتعزيتنا الخاصة ليهم. وحاليا مقام ليه عزاء في منطقته، منطقة الزعفرانة. ربنا يصبر أسرته الزعفرانية، ربنا يصبر أسرته ويعزيهم. تعزيتنا ليهم وللشعب العراقي الدوام والبقاء لله. كانت معاكم مريم مختار.